بسيادة اللواء، احنا دلوقتي تمام. مين السبب في الأذى؟ الراجل ولا الست؟ إمم. هو الإيذاء مالوش دعوة براجل وست، الإيذاء ده فكرة عامة. ممكن الراجل يأذي بكلمة فيجرح اللي قدامه بكلمة، ممكن الست بابتسامة كذابة تقتل الراجل. مفيش حاجة اسمها الإيذاء، ملوش دعوة خالص بالجنس، ليه علاقة بالفكرة، مين اللي بيأذي وليه، إمم. مش أكتر من كده. طب ابتسامة كذابة ازاي؟ يعني ممكن حد يضحك لواحد على إن هي معجبة بيه أو بتحبه، فهو يمشي بخياله في سكة تانية خالص، وهي مش قصده ده، أو هي بتلعب معاه. طب ودكتور نجوى، قولي لنا كده مين السبب في الأذى؟ حضرتك شايفة وجهة نظرك ايه، مين السبب في الأذى؟ طبعًا أنا سعيدة جدًا إن أنا معاكِ النهارده يا مم. أستاذة رباب، وسعيدة جدًا إن أنا مع دكتور محمد محروس. حقيقي إحنا دردشنا قبل الهوا يعني ما شاء الله، مفكر وآراءه عجبتني جدًا. وعايزة أقول لحضرتك اختيار كمان الموضوع في غاية الأهمية، إن إحنا بنتكلم على الأذى النفسي. الأذى قد يكون أذى معنوي، مش شرط إن الأذى هو العنف اللفظي أو العنف الجسدي، ولكن قد يكون عنف معنوي، أذى نفسي. ده أمر خطير جدًا، ومالوش دعوة برضه بالجنس هو رجل والّا امرأة اللي بيأذي. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الفطرة، الإنسان سواء رجل أو امرأة بيتخلق على الفطرة، مش مؤذي بطبعه. طبعا. ولكن مم. الحياة والتنشئة الاجتماعية والتنشئة الأسرية وعلاقته في المدرسة وعلاقته بأصدقائه وعلاقته في الجامعة وعلاقته بالشغل وعلاقته بشريك الحياة قد تحول الإنسان الطيب الجميل الوديع اللي مخلوق على الفطرة، بتغيره تخليه إنسان شرس شرس. أو إنسان مم. عنده أذى. ايوه ممكن فاهمة قد حضرتك. يكون موجود مم. في أسرة كان فيها أذى كتير، أذى كتير. فاكتسب ده من هذه الأسرة. خيانة ليها مبرر؟ مم. يعني أنا مثلا الراجل بيبدأ يبرر خيانته، أنا خنت عشان المرأة مم. مش مهتمة بيا، مقصرة في حقوقها، whatever ايه نوع التأثير اللي هي مقصراه، فده ليه مبرر ولا لأ؟ مفيش مبرر للحاجة الغلط، أي حاجة غلط هي غلط. ممكن أعمل غلط وأنا مقتنع إنه غلط، لكن مم. ما أعملوش وأبرره. يعني أنا دايما بشوف إن لو الراجل عرف واحدة على مراته، مم. من حقه، من من حقه. حقه يعرف. طب نقف بقى هنا. نقف هنا بس بقى. ثواني بس. نقف، لا نقف، لازم نقف هنا. مم. نقف. آه. هنشوف بس رأي الدكتور كده في النقطة دي وهنرجع طب تاني. أكمل عشان ما تحطنيش موقف طب مش حلو. اتفضل كمل. أقصد إن هو لو حب يعرف على مراته يبقى اه. واضح، أنا هعرف عليك واحدة عشان أنت عملت 1 2 3 4 5. انت قصدك حضرتك ان ده المبرر اللي بيقوله مش الراجل مبرر، للخيانة؟ لا أمال مش إيه؟ خيانة. مم. أنا متجوز واحدة مش مرتاح معاها، مم. طلقها. ممكن اتجوز عليها، pourquoi pas، حقي. مم. بس انا بشوف ان انا ابقى تتجوز واضح. عليها حاجة وان انت تخونها حاجة تانية. احنا دلوقتي بنتكلم على الخيانة والاذى النفسي، مش لا، بنتكلم على الخيانه الغلط دي كزوجة تانية. مش فكره صح اصلا، ولا فكره غير مقبوله لا في مجتمعنا، أيوه ولا دينيا ولا اجتماعيا خالص. طبعا. لكن هي الست بتشوف ان الجواز التاني خيانه، مم. وده حقيقي. مم. ممكن الدكتور يسالها. أيوه.